سولفولك ما سولفولك ما سولفولك أبد ما سولفولك عقبك دنان الموت الموت معود. مساكم الله بخير يا مشاهدينا. هيل المضايف بيكم يشع ضيّة نطري طرايف بضعة الغان مينا ونروي ضم كبود بهالهرج ريا وتاريخ يزهي ماضيات السنين ويحيي امجاد اهل الكفوف الصخية ويضة طرايف عازلين الشمينة في الريس هم بظهور نسل العبية بافعالهم لليوم ياما حدينا لهم امجاد اخبارها للثريا من اسلافنا جزل المعاني خذينا اصغيلها يا مشاهدي لو تهيأ. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء لهيل المضايف بمحافظة صلاح الدين في منطقة تلول الباج ومضيف الشيخ منيف عواد المتعب القحيص أبو عبد الله وعمامنا الحضور الطيبين. ومساك الله بالخير يا عمي أبو عبد الله. أهلا وسهلا وحياكم الله. الله يبجيك. هيل المضايف من شاشة الأنبار الفضائية تعنى هذا الدرب وإن شاء الله مو نقول الطويل لأنه على وجوه الغانمة وسفرة، فإن شاء الله أنه هين لأنه لقينا هالوجوه وهالصدور الرحبة. فشي يقول عمنا أبو عبد الله للمشاهدين الكرام بهذه المجلس الطيب؟ نقول الله يحييكم جميعا والمعذرة أما الصوت شوية ترى طيب. غانم يا أبو عبد الله. حي الله أبو سمران وحي الله قناة الأنبار في صلاح الدين في ناحية تلول الباج. الله يكرمك. وعند قبيلة شمر وأنا خادم ربعي وليس شيخ. نعم. وحي أنا خادمهم الصغير وابن عمهم ومع رخصة أبو عبد العزيز عمي الكبير وأخوي الكبير حاتم وبني عمومتي. يكرمك أنت أرحب بكم جميعا ورحب أبو سمران من الشعباني أبو ياسين الله يحييك. من الشعباني بياض وجه للأنبار إلى تلول الباج بصلاح الدين. ونعم وحي الله أخو وضحى ابن عجلان. ونعم. وحي الله الجميع واعذروني لأن الصوت ما قاعد يساعد. الوجه سفر إن شاء الله وغانم. الله يحييكم. الله يكرمك. بياض وجهك أبو عبد الله والحمد لله الله جمعنا بهالوجيه الغانمة وإن شاء الله أنه يوم مبارك والله إن شاء الله يكرم عباده بغيث يجعل بها البركة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. وانتقال إلى عمنا الشيخ خميس الحلبوس الشمري أبو شعلان. مساك الله بالخير يا عم. الله بهالمساء يا مرحبا. الله محييك. الله يبجيك. وهالوجيه الغانمة والمشاهدين أكيد يتطرون من جنابك الطيب وأكيد أنت من عندك طرايف قديمة والقديمة مثل ما يقولون أشوات الدسمة وإن شاء الله أنك غانم. ما عليك زود ولا على الحضور زود. الله محييك. شو تقول للمشاهدين؟ احنا العرب نعم تميزون بالشيمة ونعم والنخوة. احنا نريد نسولف تاريخ من العشرينات وغاد. بياض وجهك. الله يعافيك. احنا بغداد كانت وتقريبا أكثر العرب تحت الحكومة العثمانية. ويوم من الأيام غزوا إيران واستحلوا بغداد. نعم. والوالي قام يستنجد بالعشاير وكان انتخى صفوق الجربة ونعم الله يرحمه محمد أمين بن ملحم شيخ الجبور والله نعم والله وحرروا بغداد 15 ليلة ظلوا يسوقون بهم للمندلي. حنا جبناه على النخوة العربي نخوته وتقريبا العراق كله إن شاء الله أهل نخوة طيبين. والعرب كلهم بس اللي يشرب مع الفراتين يصير عنده تقريبا أكثر مو زودا على الباقين. الغيرة على الغيرة. فحنا بالنسبة لنا أكرادنا وعربنا وثورة العشرين مي خفية عليك. بلا والله. ترى بدايتها قامت من الموصل. نعم. وأهل الرميث والجنوب ما قصروا. انتخوا أهل الرميث عقلوا أنفسهم. هالي بهوستهم سووها السنة الغربية سووها ذبوها علينا. وما قصروا قلبوا غطار. فحنا الحمد لله على
نخوة العرب، وأسنه الله جابنا هالغيث الطيب، اللهم يجعل بها البركة، وإن شاء الله أبوها بركة، وإن شاء الله كل وجيها الكريهة تروح عننا، آمين يا رب، وتجي قلوب الصافية، آمين يا رب، وسلامتك. الله يكرمك، بياض وجهك يا عم أبو شعلان. والعم أبو عبد الله أسند الكلام العمنا وأخونا العزيز الشيخ أبو عبد العزيز الشيخ حاتم القحيص. يا أبو عبد العزيز أنت إن شاء الله من هالوجيه الغانمة، حياكم الله، والقحيص والحمد لله اسم مبارك وبياض وجيه الجميع. شيردف أبو عبد العزيز الكلام أبو عبد الله. يا هلا بكم، احنا نحيي بكم من منطقتكم من ناحية تلول الباج، نعم، ونحني قناة الأنبار والكادر معاهم، نعم، وسمران قيصوب واخو وضحى والحضور، ونعم، واللي جاي من تكريت من بيجي، والعزاوي خليل العزاوي نرحب بهم منطقته، ونعم، نعم، وهذا هو بعد يمثلنا وأديبنا وأستاذنا، والله ما شاء الله عليه، ويمثل الجميع، وحياكم الله. الله يبجيك، واهلا وسهلا بكم، يكرمك ربي، وبالحضور كافة، الله يبيض وجهك ويكثرنا من أمثالكم، وأنتم سفيرين البادية، أنتم توفرون البادية، نفتخر بكم. الله يعاوننا على هالإمانة يا أبو عبد العزيز وهالوجوه الغالية. بياض وجهك. إذا نقول لأبو هند القصاد، واعتقد الكلمات لي ما بهن شك، لازم لأنه نقول اللي كانت الكلمات نقول راعيهن. أقول كرامتك هي راس مالك وصنها، وبشرك دنياك كل يوم له دور. بعض المجالس يفت الجود عنها حيشها الوجيه، بعض المجالس يفت الجود عنها يا صار جلاس طعنت مشت الزور. ترى شجار الماء يظلل غصنها ادعي عليها تنوقد وسط النور، وترى الحذر راعيه نفسه ضمنها، مثل الذي ما يقرب الكلب مسعور. مكرمين هالوجيه والمشاهدين، كلمتك قبل ان تظهر ارجاك زنها، حاذر من اللي رفجته يتورها تور، وخيالتك حذرة تفلت رسنها، وانصل بعد يا صار ما تقبل الجور. أبو هند ما على الخير تخير، ويمكن لك عن الوفاء والخوي والمشاهدين الكرام. وأبو هند حياكم الله، الله يبجيك. بداية كلامنا حقيقة نرحب بكم، جزاك الله خير. القناة اللي تحمل اسم هذه المحافظة العزيزة على قلوب العراقيين، محافظة الأنبار ستر العراق، بياض وجهك. ومحافظة الأنبار هي عمود بيتنا الوسطاني. الله يجزاك خير. ومن خلال هذه القناة نرحب بكم وبالكادر وبكل الضيوف المسيرين على محافظة صلاح الدين، وهلا بكم في محافظتكم. ومن خلالكم نحب أن نوجه تحية وسلام لكل أخواننا العراقيين، وأن يلتزمون في عروبتهم وفي عراقيتهم، ويتركون موضوع السياسات وموضوع السياسات المستوردة. حقيقة احنا عراقيين وكنا إخوة وربع وقرايب، ومثلنا مع بعضنا كمثل الرأس من الجسد. حياكم الله في محافظتكم وفي مضارب هذه القبيلة العظيمة، أبو نعمين والله قبيلة شمر، اللي حقيقة طرزت ثوب العروبة بخيوط من ذهب بياض الوجيه إن شاء الله بالوفاء. وحقيقة أنت طلبت مني أتكلم عن الوفاء، وهاي الكلمة وإن كانت كلمة صغيرة أو قليلة لكن معناها كبير جدا. الوفاء شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب العرب. وحقيقة كلمة الوفاء حروفها قلائل لكن معانيها كثر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الوفاء، أهل الوفاء، آمين يا رب. ونسأل الله أن يجعل العراقيين كلهم من أهل الوفاء، وأول ما يوفون لعراقهم عافية، وأول ما يوفون لهذا البلد اللي تربوا به واللي عاشوا به واللي أكلوا مروا حلوه. وحياك الله. وميتها لو راح نضرب لكم مثل صغير عافية عن الوفاء، ولو هذا المثل يعتبر قطرة في بحر العروبة وقطرة في بحر الإسلام، وكلكم تعرفون قضية
مجيدع الربوض ويا خوال الشلقان. والله ونعم بياض الله. يوم غزوا ولا خطمتن على أعمامنا اللي قاعدين وابو مشعان والجماعة. الله أنت. باعتبارهم تدري هم أحق مني بهذه الخريدة، لكن أنا يعني حقيقة أترخص منكم. والله سفير. أترخص منكم أن أطري لكم هذه النكتة وهذه المعلومة اللطيفة. نعم. غزوا الشلقان ومعاهم ابن أخيهم مجيدع الربوض، ويوم نعم. مصروا وغادي وحصلوا واللي حصلوه وقدروا يجيبون الحلال الحقوهم أهل الحلال. نعم. وانكسر حداهم. نعم. يقول يوم انكسر وشاف نفسه انه ما يقدرون يوصلوا الى المكان اللي جاء من عنده، قال يا خوالي اتركوني. الله الله. عوفونا. انجوا بانفسكم. ولو انتم جادرين ان توصلوني هلي. قالوا له خير. نعم. يقول هم يتشاورون بينهم، قالوا اتركوه. الله الله الله. شوفوا وش يقول. يقول يوم بعدوا عنه يقولوا هم يغامرون عليه، يقول خير يغط عليهم ويشوفهم. الله. فعلا يعوفوه. الله اكبر. ام انعدهم. لو راي ثاني. راي ثاني. يقول هم يتناخون. ادعوج. نعم. ادعوج لا تعوفون كسيركم. الله. لعن ابوكم تبقى عليكم شلم تنميه زينه طول العمر. يقول هم يتناخون ويردون عليه. يقولوا يسوون نعش. نعم. يقولوا يشيلون زلمتهم، يقولوا 15 يوم ما ذاقوا قولاتهم غير اسود الماء. يقولوا يوصلون كسيرهم، ويوم وصلوه هلو خبر يقول التمت العرب. نعم. يقولوا بدأوا يسولفون بسالفتهم، قالوا والله كسر فلان بالمكان الفلاني و15 ليلة ما ذقنا غير اسود الماء، عنا الحلال والحرام غير يربوع صدناه واشتويناه وعطيناه فلان. وفلان عطاه فلان وفلان عطاه فلان وفلان عطاه فلان، لما وصلوا البني خيهم الكسير وعطيناه فلان وفلان كلا. يقول ابوه قاعد بهالمجلس قال عز الله ان كان فلان كلا اليربوع دونكم مو ولدي. الله اكبر. قال لا ما كليتوا دون اهلي، خذوا جربوعكم ومخباتي. يقولوا يطلع الجربوع من مخباته. وحقيقه هذه يعني طريفه. نعم. وطريفه صغيره في بحر وفاء العرب والمسلمين، وكلكم من اهل الوفاء ان شاء الله. ان شاء الله. وحقيقه القصيده راح تضمن لكم الموضوع وتنطي صوره اوضح. نعم. لأن العرب يقولون السالفة لازم وياها قصيدتها حتى تكون مكملة. نعم. فيقصد مجيدع بداية قصيدته يستاهلها. الله يمنشه ماليل الأمطار سبحانه، يمود على القاع المحيلة مخاضير، يا جابر إلا العظم من غير جبار، وبقدرتك حوادث الشر والخير. الله. البارحة هل لذة الليل سهار، بمن صرغ لا جاه وبلا الشخاتير، بديار قطعان الرعث نبت الأقفار، ترعه بظل مطوعين الطوابير. شفت الديار ثم ضيعت الأفكار، ويبحل بها ركاب وحيل المعاشير، ما يصله ياكود ركابة الكار، سباع التخفق بينهن الشنانير. الله. سباع على وصنظة تقل شنار، لي صار ما بطرافه انشور ومشير. جبناه من خشم الزم الحصة الأوبار، حمر وصفر وخلطاته مغاتير، وشقح وسود من شناخيب وذكار، ابن شم الحيطان برص المياخير، وحلو لجة خلجها عقب الأسحار، رعود سحب وفيضات حوادير. دايما. ولحقوها للبل فوق عدلات الأنظار، قب تفهق روسه انشل خنازير، وشمننا وراحا مع القاع صدار، وحصل لهن من صافي الملح تنثير. الله الله. سحابة طشت على القاع نثار، ترمي سخطها من الغضب شل مسامير، يا ويلي حظ الربض عقب ما ثار، فزيت له بالليل واصبح معيثير. وقبل امسنا للمناعير سبار، واليوم يمش كايل الرجل مادير،
وقلت ارشدوا حقي من الآخرة صار، وعلى مباراكم كثير التحاسير، وعلى مباراكم حسير ومحتار، ومع السلامة يا أحماة المظاهير. قالوا علومك عندنا ما لها كار، هي نيتك ولا تقوله مصاخير. اركب على المتنين عدك على حصار، واركب شفاك الرب شر العواثير. وركبت فوق 2 و2 حضار، وقاموا يداول الخطالي بتقصير. مسترجي ينشني على كوار عبار، مسترجي من فوق رؤوس المناعير. الله ونعم. عافية خوالي ما بهم باير مبار، حصن تشبه ماضي له مغاوير. دعيجات يلي ما بهم خلص بشار، زمل الحمول اللي تشيل القناطير. ومعهم هذيب الشام شيال الاقطار، من فوق حمله ينقل الحمل مادير. راعيت دم وجيههم شيف ما غار، كأنه بدات الا المصنع مساير. حفاي وسط البيت جهال وصغار، وشلون لو عقيلهم لي حواضير. في ديرة العوجة مطابيج وحفار، تفت حيل مهاوزات البواشير. إلا ولا فيها ذكر نبت الأشجار، ولا قطبوا فيها المباني دواوير. وصلاة ربي عد ما صاير صار، على النبي وعداد خفق النواوير. والسلام عليكم. بياض وجهك، الله يجزاك خير. وجهك ابيض، والله جزانا وجزاك والخير، والله يرحم اللي قال هالقصيدة واللي صارت عليه. ما قصروا بياض وجيههم. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل ولنا عودة إن شاء الله. أول ما سولف لك ما سولف لك ما سولف لك، أبد ما سولف لك عقبك دنان الموت الموت معود. كنت أقول الخير ببلادي وفير، بس يريد الخير إيد تجمعه. السواعد تحمل السيف الشطير، لن سيوف الحق تجلى المعمعة. بس وجود السيف مغمد بالجفير، ما يبين حق لا لن يرجعه. بس ترى القوة بلا عقل منير، مثل ما شدر بشره يتبعه. العقول فحول باليوم العسير، كم مقام بعز علمه يرفعه. مشاهدينا الكرام، حضورنا الأكارم، عودة مباركة إن شاء الله وهالمجلس الطيب مع عمامنا القحيص والحضور الغانمين، وعودة إلى أخونا العزيز خليل صباح الشمري أبو ضياء، رئيس رابطة الشعراء بادية العراق أيام كنا، وإن شاء الله أنك غانم ولا زلت بسرجها يا أبو ضياء. الحضور والمشاهدين الكرام يتطلعون إلى طلتك على الشاشة. تسلم. فما أدري أنت والمشاهدين الكرام وما تجود بي القريحة. والله يجيبنا فخر واعتزاز أن هيأنا جيل من الشعراء لخدمة هذا الأرض المباركة. بياض وجهك يا أبو ضياء. وأبوكم البركة، وكلكم تكفون وتوفون، ولكن للشعر منزله وكاد. الشعر كالجوهرة، أي، ولا تعرض الجوهرة إلا إلى سوقها الحقيقي. نعم. ولا تعرض الجوهرة في سوق الفحامة. وكاد. وهذه رسالة إلى الشعراء على أن يحترموا هذا الشعر ويضعون مقاماته في مساره الصحيح إن شاء الله، من أجل أن لا يرخص. أقول مبداي بمشرع البيبان بسلامة، سبحانه. المال كلي من المملوك حررها، الغير الله المعتلي ما تخضع الهامة، وفضائله دائما الإنسان يشكرها. الجوهرة تشترى وبالسوق سوامة، وبيع الوزا يا زميل العون يكسرها. لا تعرض الجوهرة في سوق فحامة، ما يشترونها وكثر اللمس يدمرها. الله. خلى المشاعر بطيب النفس عزامة، وسيرة قوافة لوايل لا تكدرها. الصبر في حكمته لا تترك الجامة، وخيل القوافي عن الزلات حذرها. نعم. اهدى على اللي يسلومه قاض بزمامه، الحر قيفان شعرك هو يقدرها. بحور القوافي القديمة حامل وسامة، بالطيب والمرجلة ينهى ويامرها. يم الفهيم القوافي دوم هيامة، علوم الوايل يعز بعز شاعرها.
عز الضوامي وعنده فطرة صيامه ومضيع الذهبة يلقى بشايرها. يما اللي يقدر مذكور الشعر ورهامه وكسر القوافي شكل اللي يجبرها. سفن الصحاري بحام اللال عوامه طالت اخطاها وغيرها كثرة اعثرها. جل ضبابة عريب الجد بزحامه ونجومها ظاهرة والناس تنظرها. عليك بحر بكفه شاهر حسامه عدوان يعرب قبل يغير ينذرها. من يفهمك المراجل كارب حزامه وخسران من سيرة النبراس ينكرها. ترى القصيدة عزيزة وعزه كرامه وعزه بعز أمة مولاه ناصرها. من ينكر الحق عقله كثرة وهامه والرجل عن مجلسه لزوم تقصرها. ميزانها لا تحطه وسط دوامه بنلخ في واكثر العربان نعذرها. الناس نفعه بهذا الوقت لوامه وسر الامانات بعض الناس تنشرها. عند الشدايد بعضهم تسقط ارقامه اهل الرخا بالرخا بالعد مكثرها. اسال مجرب شهود اخير تفهامه قالوا صحيح النصايح وانت خابرها. من يسهر الليل ما تنفعه نوامه والعين زود الطنع والحب يسهرها. وصلوا على اللي تعلت راية اعلامه نبينا وسيرته بالطيب نذكرها. حارب جهلها ولما حطم صنامه شفيع الامه بيوم الضيج يظهرها. وسلامتكم. تعيش صح لسانك بياض وجهك ابو ضياء والحضور والمشاهدين. قال يا الله يا اسمك عزيز الجلالي يا اللي نزلت على المصطفى خوش قرآن يا خالج الدنيا بستة ليالي بالسابعة يا معتلي عرش الأكوان. ألطف علينا مد الهمة الخيالي من آذارها لما تختم بيه نيسان واجعل زهر نوارها كالزوالي من عكاشها لما تعد أطراف ليلان. يا رب ينبدل صروف الليالي يا من عنك مذكور كل يوم في شان. رافع يدي ولك مخلص سؤالي انك تعز عراقنا بكل الاركان. سالم القطو المرزوق ابن مرزوق الشمري حياك الله بهالطلة المباركة على شاشة الأنبار. حياكم الله. المشاهدين الكرام واكيد العناية والطيبين والرواسي او نقول سنام القبيلة لهم عليك حق. ايش عند ابو ساير؟ محافظتكم الثانية محافظة صلاح الدين. حياك يا الغالي. بسمران قيصوم الجغيفي بياض وجهك. وبن عجلان والحقيقة شرفتونا من ضيف ابن قحيص. شرف مقدارك. والربع رحبوا بكم وانا مثل ما يقول يعني ايش ما اقول ما اوفي. بياض وجهك. عندي قصيدة الشيخ الكرم شيخ المراجل اللي هو فايز منيف الفيصل الجربة ونعمين شيخ قبيلة شمر ونعمين. والحين هو يتلقى العلاج بعمان ونطلب ان شاء الله يعود بالسلامة. الله يكتب عليه السلامة ان شاء الله. يسلمك الله. اقول ما كل رجال على الطيب قاوي الطيب صعب وما يتهيأ بسهولة ولو يتمنى ما تفيد المناوي لو يتمنى الطيب صعب حصوله. ما يكسب الطيبات كود النداوي النادر اللي كل طيبه ينوله. ابو شعلان اليابلتك البلاوي للمعضله حلحيل هذه فعوله لا منها صارت فزوع ونخاوي. الطايله شيخ الطنايا يطوله زيزوم تلقى بكبار الهقاوي راعى المكارم والسطر والرجوله صميد عيله عودت للعزاوي. الزير لمن الحرب دقة طبوله احلى من السكر على من يخاوي. حنظر على كبد العدا ومعلوله يفعل اليامن قال ما به رجاوي. صكن مصدق كلمة اللي يقوله وحق الذي منزل كتاب سماوي انك بطل من كاسبين البطولة. وحق الذي منزل كتاب سماوي انك بطل من كاسبين البطولة. عضيد شمر لجل شمر فداوي يشفى الغليل هموم قلبك يزوله. الشمرية يوم صاحت مهاوي تنخى ولكن منهم اللي فزعوله. اللي لجروح عطيبهم داوي وقف الشرف على الغير صعب وصوله. اللي لجروح عطيبهم داوي وقف الشرف على الغير صعب وصوله. كفو من الجربة زبون الجلاوي كلك مراجل من حياة الطفولة ورث الجدود أهل الكرم والقهاوي من ساس جربان الفخر والرجولة. لو أنها في دور غزو وحداوي
تاطى على راس المعادي خيوله، كب ما أحد من بحر جودك براوي، مكرم كريم ويكرم اللي عنوله، يسعد عين اللي الفايز رجاوي، الله عليكم يا الحضور اصفقوله، تدرون فايز عندنا وش يساوي؟ يساوي قبيله ومنهم اللي ركضوله، ابوه منيف اللي على الجود قاوي، من الكرم للضيف يذبح ذلوله، منيف ما يجلس وحيد خلاوي، مدهال ديوانه كثير زهموله، ما ناد يوم الشيوخ نومه ضحاوي، ما ناد يوم الشيوخ نومه ضحاوي، عريب ساس ووافيات خصوله، مرحوم والكسب الجميلات هاوي، واللي سعى بالطيب يجنم حصوله، وشعلان ما جالس ردي سواوي، حر ولا يرضى المطام نزوله، سناد الذي من ضيم بقعه شقاوي، عز الخوي والجار واللي التجوله، قدر قدر وشعلان ما كان ناوي، قافل ولا خابر عدو يطوله، شعلان والشمر حميه وهواوي، شهيد من شان الوطن وشهدوله، الفيصل الشمر سنايد غداوي، شيوخ لهم بالمجلس صوله وجوله، الفيصل الشمر سنايد غداوي، شيوخ لهم بالمجلس صوله وجوله، كبار الصحون الامهات عراوي، ليله ونهاره متعبين معمول، مفتحات الدير خير الرهاوي، وجزر العطاء الكل منهم ينوله، وضايع دليل اللي نلحق نحاوي، ولو على رقبتي كلمه الحق بقوله، وما كل رجال على الطيب قاوي، الطيب صعب وما يتهيب بسهوله وسلامتكم، ويستاهل الجربه. الله يبيض وجهك ويجمل حالك، وإن شاء الله أن الله يعود بيه بالسلامة. الشاعر سعدون الدرعات يا الغانم حياك الله. طيب إن شاء الله كل خطوة هلا خطوة الله يكرمك من الرمادي لصلاح الدين. بياض وجهك والله أنت إن شاء الله من بيت شرفتونا بديوان القحيص، هذا الديوان الكبير نعمين. واحنا بهالمناسبة العزيز بهالمناسبة علي القحيص لازم نخصه بالسلام أكيد إن شاء الله يبلغ سلامنا عبر هالبرنامج ومن خلال هالمجلس الطيب. إن شاء الله. افلح يا الغانم. حبيت أقول عن هذا الديوان اسم القحيص، طبعا الاسم هذا نعمين والله اللي معروف على مستوى حتى دول والله وعشرة ما أبالغ يعني هذه حقيقة. افلح. كل يقول الشعر يقفاه شيطان، غلطان يبغى له تناوير وعلوم. الشعر لا من جاد في صاحب الشان، يغتاظ جن الشعر ويفز ويقوم. خله يرافق ربعه بخربة الجان، فنه يخفي بين الانظار معلوم. فنه يخفي طود ودلال ديوان، وفنه يخفي رمز ما يقبل السوم. حاتم بعزة رب الأرباب لا هان، راسن بعزة نفس وعلوم ملغوم. ونعمين أبو عبد العزيز. واسم القحيص اللي تردد ببلدان، يلوذ باسم الراشفة وصورة الروم. ما يبرد بديوان الأحرار فنجان، ولا خاب من جاهب عن الوقت مضيوم. لا جيتهم عينت بالخير رحمن، من سابق زمان انتجلت إلى اليوم. وإن كان أمدحهم لجل كان ما كان، عساني بجمر الشياطين مرجوم. ألا بحظي قلت والكل سمعان، هم الملاذ انطاحت أشناب وخشوم. نعمين. لا بان أبو عبد العزيز الضحى بان، بعيون من بكس الظلامات محكوم. واللي بروحه ماتت أوراق بستان، يرويه من جود الصخا باسم قيوم. نعمين. أهديتها من حظ يا خير عنوان، للي حشاه يلوث في ضلع مقسوم. وسلامتكم. تعيش صح لسانك. يعيش. بارك الله بيك. تسلم. بياض وجهك والله يستاهل. أسعد رافع الوحش، الله محييك المناخي. جميعا. الله يكرمك إن شاء الله. أنت مجلس عمامك الغانمين وهالمشاهدين الكرام وشاشة الأنبار تطلع إلى شوفة هالبراعم الطيبة، إن شاء الله أنك غانم. افلح يا العزيز. السلام عليكم جميعا. هذه القصيدة وحبدابة. حياك الله. ليه الأول طافت من عيال شمر، ليه الأول طافت من عيال شمر، واليوم فرصة مستحيل إنها تطوف، واليوم فرصة مستحيل إنها تطوف. كم من قريب أصواتنا راح زمر، كم من قريب أصواتنا راح زمر وينسى، ولكن أحد فعل فيه معروف. بس السنة ما عاد فيها مطمر، بس السنة ما عاد فيها مطمر. الصوت حصري للطنايا ومكشوف. نعمين. بس السنة ما عاد فيها مطمر،
الصوت حصري للطنايا ومكشوف الكرسي بس كرسي السياسة لزوم فيه يتومر كرسي السياسة لزوم فيه يتومر الرز حنا انهم صاروا كتوف. سلامتكم. تعيش صح لسانك، بياض وجهك بياض وجهك. مشاهدينا الكرام، حضورنا الطيب فاصل ولنا عودة إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه العودة المباركة مع أعمامنا القحيص والمجلس الطيب في ناحية لولباج محافظة صلاح الدين. كلمات إلى من لا يستحق أن يكون في وظيفة، إلى من لا زال يتعامل في مص دم الشعب، ومكرمين الحضور والمشاهدين وكل من امتهن الوظيفة وأجاد بها. فنقول نريد من حاز الوظيفة يتوطن، صميد عن نقى كلامه عن العيب، عن التعالي عن الشعب قال تبا، نال الصدارة موقع بقالة الطيب، حق الذي في مثل طبعه يتباهن، وحق عليه اللي ينفقد يشعط الجيب، حق الذي في مثل طبعه يتباهن، وحق عليه اللي ينفقد تشعط الجيب، ولا الذي فوق الميوز يتعنون، هذاك مثل ما حصد زرعته خيب، خاب الذي يرجاه ما بش له سن، الصوت خيبه ولحجه مغاضيب، يوحي الكنه والكواكب وصلهن، أو إنه اللي بلقى ذابح كليب يا شعب، شو كم من بدوره تهاون ومبادئك يا ذا الوطن، لفها بتيب وكم حق كاسات الغدر بيه، جالن يذوب بصفقات الملايين، تذويب يدوش باب الدائرة المال راسا، حيث يدعي المتلاعب لواعيب، واصبح جليل المال ماخوذ غصبا، لويش حقه شعاع المشاهيب يا موطني، لجمات بقعت دالن نوب الغزاة ونوب ذول المحاسيب ونار الرشاوي، بل عبوب التلسن في ضرب نمضة من السيوف المحاديب يا موطني، رغم على ضيمها اعلن ان كالجبل وبصبرك تنوض والطيب. ان شاء الله يتعافى العراق. الاخ مشعان المشعان، مساك الله بالخير يا الغالي. عمامك والمشاهدين الكرام يتطلعون الى ما جود بها القريحه، تفضل يا العزيز. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم الله يبجيك من خلال الفضائية وديوانكم عند ربعكم، حياك الله، ومن ديرتكم من الانبار صلاح الدين قضاء الشرقاط ناحية لولباج تحديدا. جزاكم الله خير وحياكم الله، ولا نريد ان نطيل عليكم. حي الله حي الله. القصيدة حول المآسي اللي عاناه هذا الشعب فيما مضى، وإن شاء الله أنه ما تعود هذا المآسي. الله كريم، نسأل الله أن يصحيها ويزولها الغمة. سلام الله على شعب، سلام الله على شعب سكن تحت المطر ضميان، الله الله. سلام الله على شعب سكن تحت المطر ضميان، عجز يشرب زلال الماء وهو غرقان بمواجه، يشوف الظلم في عينه ويعيش بعالم الحرمان، يوزع خيره لغيره ويدور كوب تعلاجه، وعرفنا من هو المسجون ولكن من هو السجان، وعرفنا من هو المسجون ولكن من هو السجان، إذا كل البشر يرفض بأنه يعلن افراجه،
وصرنا ساحة الإرهاب، وصرنا كلنا ميدان، وكل فارس شهر سيفه وكل قدم أفواجه. وصرنا ساحة الإرهاب، وصرنا كلنا ميدان، وكل فارس شهر سيفه وكل قدم أفواجه. وقعنا بينهم حنا ضحية هذه الفرسان، وطتنا خيلهم تصهل علينا تنثر عجاجه. وتهز ابن العرب دمعة رجل شايب بكى من هان، وتهز ابن العرب دمعة رجل شايب بكى من هان. يهينونه وسط بيته وهو يمشي بدراجه، وعجوز تشكي وتنخى، تصيح ولاد يا المرضان. أنا ما حد يساعدني، دخيل الله محتاجه. أنا ولادي على حضني يموت بجوعه وبردان، ولا أملك سوى ثوبي واريد أشري ديباجه. وجاه الكافر الطاغي وسوى ولاد هاني شان، وثارت طلقة الكافر وجت في فرضة حجاجه. وتخالط دمعه ودم الغرير المشتكى الوجعان، وتصيح ولادي حاشيني عيوني مو عيوني غابت سراجه. وضحك سن اليهود اللي قتل أطفالنا بحضان، يبي ثاره من إخواني يعوض طيحت براجه. ويقولون العرب حنا لو إنا نجتمع عربان، كلام عذربه فعل تدوسه رجل دواجه. يدور عذر للكلمة بعد ما يعترف غلطان، ويدور عذر من ناس انظلمها بسجنه وسياجه. أذكركم قبل ننهي كلامي وسيرة الأحزان بكلمة يمكن نسمعه عدو تسبب ازعاجه. أذكركم قبل ننهي كلامي وسيرة الأحزان بكلمة يمكن نسمعه عدو تسبب ازعاجه. وترى اللي جاب أمريكا من إسرائيل والأوثان، ذاك بأرضه وعرضه يبيع وذاك حواجه. أذكركم قبل ننهي كلام وسيرة الأحزان بكلمة يمكن نسمعه عدو تسبب ازعاجه. وترى اللي جاب أمريكا من إسرائيل والأوثان، ذاك بأرضه وعرضه يبيع وذاك حواجه. أبنهي هذه السيرة من القيفان ولوزان، أخاف اليوم يظهر لي من العربان حجاج. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك. جمل حالك يا العزيز. صح سالم القطة وابن مرزوق، يعني ويا هالتناغم الطيب وهالمعاناة الجريحة اللي يعني تسولف معاناة شعب صار ضحية أفكار وضحية احتلال وضحية إرهاب. شو يقول ابن قطو؟ حي الله ابو ساير. حي تبقى. انا عندي قصيده وكل قصيده ولها سبب. حياك الله. الله يبجيك. كنا منطقه الجزيره. نعم. وامر رباني يعني الرمل اما عبر من فوق البيوت. بلا والله. والشيء هذا يدروم باكثر بلا الجالسين. والله. والتجينا من المحافظه نينوى الى محافظه صلاح الدين. يسمونا المهجرين، يسمونا متجاوزين. نعم. والسبب ما يوضح يعني اكثر، خاف اطول بالحديث. بس أفلح. قبل لا ابدي بالقصيده الرئيسيه 6 ابيات اقول: ما دام من شان الطنايا اسجنوني ما همني لو سدروا حكم الاعدام، واذا يحسبون بسجنهم يقهرون يقولوا لهم شامخ ولا دنق الهام شمر هلي بس للولي يخضعوني. عراقنا يشهد مع نجد والشام اللي زعلنا كل شيء يكون اذا شافنا كافر. دخل دين الاسلام الطيب ساسي والمراجل زبوني. شمر هلي شمر ذرى كل منظام، واذا بغوا عند مجدهم يسعلون يلقون شمر هم المجد قدام. سلامتك. جزاك الله خير. القصيده الرئيسيه على قبيله شمر، كل القبائل على راسي وكلها لها فعل. جزاك خير. بس كل شاعر لازم يجسد تاريخ اهله، وهذا من كلام جارح وقلت القصيده هذه.
قالوا تجاوز مسكنك قلت مو عيب، في موطني ساكن ونقلي ترابه العيب من يسهد جميع المواجيب اللي عن الضيفان مسدود بابه، والعيب حتى يلقفا بل صاحب السوء ساعي والنميمه هذابه، والعيب عيب اللي يدور العذاريب يعذرب جاره والخوي والقرابه، اللي على جاره يهد مصاليب، العيب هذا ورده ينهى قابه، ولنا على الدوله كثيره مطاليب، والحق ضايع ما لقينا الحساب، ويا ما وطينا حاميات اللواهيب الموت من شر الوطن يا هلابه، وكم شمري صاحن عليها الرعابيب شهيد والروح العزيزة فدابة، ولجل الوطن لا ما نهاب المصاعيب على الموت نمشي اعمارنا وش لنا بغلاته أكثر من غلا الزير الكليب، عراقنا يا شين ما به الطابة ضاري سقى الكفار مرة المشاريب، ذباح الأشمن ما تهاون هوابه، أنا هلي شمر هل الجود والطيب اللي لهم عند القبايل مهابه، وفي نجد أدبنا المعادين تاديب، والشمري 90 عام اعتلابه. نعم. الضيغم يحر عطيب المضاريب بصرخة حكم نجد العذية وعصابه، جابوا له الغرب اليهود الجانيب، ومده طويلة المعركة وانتهابه، يبقى لنا بحبال حايل مقاضيب، تشهد لنا حايل وتشهد اهضابه، يوم المعارك سبته شم خنيب، اسأل التاريخ كل درابه، يرعد بش قفر الفياض العبعيب، ومرتاح به راعد بش وارتكابه، وما همهم غزو يجيهم جناديب، سيوفهم دم المعادي اخضاب، عدوان شمر بالمغازي مناكيب، عدوها بمنكوب والمر شرابه من البصره الزاخه وشرق وتغريب، عبد الكريم اللي بسيفه مشابه، وفارس تعلب عاليات المراجيب، برض الجزيره الشيخ نوخ ارتابه، ومطلق بغزواته يجيب المكاسيب، ويا مع العدوان شمر غزاب الياثار الهيجه، وغداله لواهيب صفوق صفاق العدو ما يهابه، وعجيل راعى المرجله والمواجيب صوبين حاكمها خضعت له ارقابه، وتاريخنا ما ينكتب بالمكاتيب، وفي الرئيس شمر ما حصينا حساب، تاريخنا ما ينكتب بالمكاتيب، وفي الرئيس شمر ما حصينا حسابه، حنا سيوف شاطرات محاديب، حنا جبل شامخ ولحد الرقابه، وصحيح لا قالوا الدنيا دواليب، اليوم ندبرت ودك سريع انقلابه، دنيا بها الحصن تمطعز على الذيب، والذيب عاف المرجله وسد بابه، دنيا بها الحصن تمطعز على الذيب، والذيب عاف المرجله وسد بابه، يذيب ذي دنياك مشيه تجانيم، مشى مع راع الردى والخيابه، واهل الشجاعه والكرم والتراحيب، عانوا من الدنيا وشاخت اسلابه، واهل النذاله والردى والتشاذيب، اطلب عسى ربي يعجل ذهابه، وامريكا سوت في بلدنا التعاجيب، تسعى بدمار المسلمين وخرابه، و60 عام القدس بيده الاجانيب، مسر الرسول اليوم كافر غدابه، بالخشم حطوا حاميات المشاهيب، ولا شفتنا حاكم اهتزت شنابه، راح الذي حطوا عليها المناصيب اللي تهز الكون، كلمة خطابة راح الذي حطوا عليها المناصيب اللي تهز الكون، كلمة خطابة سيف مجرب ما يبيله تجاريب، اسناد العرب وقت الوزاين هقابة، من بعد شفتوا وش جرى بسجن ابو غريب، وايران واسرائيل جابت ارهاب ومال الشعب، راح نهبوها النواهيب، شعب ابتلى كبار البلاوي ابتلى، بصرنا كما كوره تشوته لوعيب، والمشكله ما حد على القول جابه، ويا ساير جروحنا بقلبي مع طيب، وجروح قلبي ما يفيد الدوابه، يا ابوك انا في عارضي بين الشيب، بين بابوك الشيب بول شبابه، والمسعد اللي بخاوي الطير والجيف في دوخالي، والبشر ما التقابه، في روض العبه نسيمه الهبهيب، وتمر الحسا وحليب نوق زهابه، وعن البلد مبعد ولا شاف تخريب، وما يسمع اخبار تجيب الكآبه، والمثل هذا ما شكى ضيم تعذيب، وما مسى الهوجاز زود عذابه، ويفرج لنا المولى عظيم المواهيب الخالق الدود العمى واعتنابه، ويفرج لنا المولى عظيم المواهيب الخالق الدود العمى واعتنابه، بحرت في بحر المشاعر بترتيبنا المحيط، ومن تحدى غدابه، صلوا عدد ما اطلع الشمس وتغيب على الرسول الهاشمي والصحابه. سلامتكم. بياض وجهك، الله يجزاك خير، والله يجمل حالك ورفاقتك، لان هم رفاقة الجميع. يسلمك الله ويعافيك.
مشاهدينا الكرام وحضورنا الأكارم، عودة إلى الرجل الذي تكلم ليستمع الجميع، الصوت اللي إذا غرد استمع الحاضرين، إلى من يتكلم عن الوفاء، وفاء الرجال، إلى الأخ خليل العزاوي أبو هند. أنا أدري أعرف لك تاريخ مشرق، تقييم كبير من حضرتك، بياض وجهك إن شاء الله نكون بياض وجهك. حقيقة تكلم الأخ الشاعر قبلي عن هذه الكلمات وهيج قريحتها ونطلع شوية عن النص. أنا بالبداية كانوا طالبين من عندي غير قصيدة حقيقة، لكن الآن أصبح الحكي غير حكي. فبداية كلمتي نعم، سلام وتحية إلى الأخ الأمير طلال الرشيد، ونعم أبو مشعل، وسلام وتقدير إلى الضياغم ونعمين في حائل العزيزة، وسلام وتقدير إلى جميع قبائل عبدة في كل المناطق العربية وبالذات حائل، ونعم سلام إلى الثريا التي ضوت نجد سنين عدد. حقيقة خطرت على بالي قصيدة نعم خارج النص وما كانت حقيقة يعني مهيئة لها، مهيئة إيه؟ أبدا، نعم لكن يستاهلون الضياغم، يستاهلون. نعم مناض برق وهلوا على الأسهالي، ونساق نوه ملثت الغيث همالي، هالرمل بالعد والأشجار والحجر، وما شاهد الرجل من أنثى ورجالي، أو ما كتب اللوح من آدم وما محى، وجرى القلم به لما يبعث التالي. سلام أحلى من الماء في ساعة الظما، في طاف حلال والماء داف نادالي. الله في ريق درق هوابه غير خابره، وثغر بدون عن اللاهوب بظلالي، وخن وانوج من الأطياب رايحة، سلام لطيف معه في كل الأحوال، حاشيه بالمسك والعنبر وزاعجه، بمزاج زاج زهاها الطرس، بمثالي امثال كالحص والياقوت، صغتها من فيض بحر طم فيضه علي جالي، لولا يكنه وهينه عن تزايده، جميع بحر طماه بشرب فنجالي. ولين حلت قفوله مع الوالبه، واقبل تطامه فيضه عرضلت قاله، من فاض بالحشا هيضت ما جرى، والنوم عن ناظر جزاه والوالي. ولين حلت قفوله مع الوالبه، واقبل تطامه فيضه عرضلت قالي، من فاض بالحشا هيضت ما جرى، والنوم عن ناظري جزاه والوالي. وخلاف ذا قلت يا ركب ترحلوا على يعابيب عنس تهذل هذالي، فيح المراويح كالعيدان قوسه، من كثر لو ماي والادلاج بالخالي، سلام احلى من الماء في ساعة الظما، في طاف حلال والماء داف نادالي. الله يا ركب مهلا عسى من بعد ذا ساعة يسر، وعين الرب ترعالي التريض، وطلعتكم طروق الرشد والهدى، ليف الزيتون من الابطخ بالاميالي، مقدار مذهب وجيب الكاغ، ده الذي له بي سلام ونظم شايق غالي، وليه حملتوه مني وطاب فالكم يا علما فالكم يا اهل النضاء، فالي سيروا على ما يدني البعد سيره، نسيروا عسماحه وطرسي والالي، وعقب 4 تلفون من نار مضايفه عالي لهبه سمك من فوق الجبال، من كثر ما ضجته فيها وصيحته، من كل ناس تشوف جناس واشكالي، ذولا ورود وذولا توصدروا وذولا جلوس وذولا ما لهم تالي، وذولاك على فقار الرخم شرعوا، وهذولاك بقفاي وهذولاك بقبالي، ما شاهد البدر حي من الملا الا يراود يخاوف خوف وسوالي، احد يجي طايع وحد يجي ذله، لمحمد الحمد حمد الحمد لا زال تهدي وتغدي، لمن لولاه مشرقت شمس المعالي جنوب وشرق وشمالي. خصوه يا ركب بالتسليم والثناء، أزكى سلامي وبالأطراس ينبالي، خصوا محمد وثنوه وجهروا ثاني وثالث 8000 بمثالي، ثم شملوه بحمي الونيات، وابلغوا الحيد أبو ماجد شيال الثقال، وكل الرشيد الضحى شمل بلا عدد، زنود فرزند نادر حيد الثقال، ريف اليتامى من لوعات الغله، مثل النجوم الكواكب تشعل اشعالي، مناف قحطان وعدنان كلها عز العرب راس ذروة مجدها العالي، كود الهمام الرمام الهيلة الذي ذلت له الروس، وابده كل سردالي، هو الترك والروم والهند والعجم شهدوا فعله تعلى
كل الافعال يخافوا، وكل بدا يرسل مكاتيبه خيل وقطم مع جيش ورجال يخافوا من الحاكم الهضام اللي يهضم مهتزه الارض منه، وبعض الرجال محمد ولد رشيد الحاكم الذي اهتزت الارض منه، وبعض الرجال واستيقن وكانه سلم من امر خالقه، الارض ما بيها مماليك هو الوالي، وصلاة ربي على طه نبينا الهاشمي شافعي في يوم الاهوالي، والصلاة على سيدنا الرسول. اللهم صل على محمد. واسمحونا من التقصير وخاف طلعنا عن النص. بياض وجهك يا العزيز ابو هند. ابو ضياء الغالي، لنا عودة معاك يا خليل الشمري، وانت استاذنا وعزيزنا. والله من خلال برنامج هيل المضايف نوجه هذا الابيات المتواضعه الى المضيف الذي لا ينسد بابه، الى الشيخ فرحان النايف الفيصل الجربة، ونعم طول الله عمره، محيط الشهامه. اقول طيبك معي ابى اوصفه وصف موثوق، طيب ابو خوذه وجدك صفوق يا الشهم، ونعم الله خلقك طيب من ابوك مسبوق بالطيب وانت زايح الضيم والهم. نعم ظلمه وطيبك عادها باول شروق، شمس الفرج وانت كريم وتفهم، اعطيتنا من حقوقنا عجز الحقوق، وعليك يا فرحان الاشعار ترهم. سلامتكم. تعيش، بارك الله بيك. يستاهل ابو نايف، تسلم. قبل ما نصل العودة إلى مشعان ودنا أنه نذكر لنا أخ وأديب خالد العايدة الشليباوي، تحية من برنامج هيل المضايف، هو يمسي على الحاضرين وعلى المشاهدين، والمد الله الحمد والعبد الحمد والحميد الحمد العبيدي. المشعان السيد المخرج نوه لي عليك إن عندك طرايف النوب، ودي أنت والمشاهدين الكرام وهالحضور الطيب. حياكم الله. والقصيدة اللي موجودة حول موضوعنا اليوم، حياك الله. موضوعنا اليوم اللي هو موضوعنا عام العراق بصورة عامة، يعني والله نعم الموضوع على هذا الوطن، انتخابات ومن الأمور هذه. أي فأقول أي قم يا قصيدي، نعم قم يا قصيدي وانضم جزال الأشعار، وجر القلم واقرن بحبره قوافيه، نعم وخلى الهزال العالمة وخوذ الأخيار، وجنب طريق المهزلة لا تمر فيه. قم يا قصيدي وانضم جزال الأشعار، وجر القلم واقرن بحبره قوافيه، وخلى الهزال العالمة وخوذ الأخيار، وجنب طريق المهزلة لا تمر فيه. يا طير شلوى مثلك الياكف اختار، ما وكر الا صيدته تحت كفيه، لك مخلب يا ما قطع روس الافكار، لك مخلب يا ما قطع روس الافكار، كم راس عن جسمه تقصه وتنفيه، لولك فزعة يوم العرب دمها فار، تفزع بأول خيلهم مو بتاليه. قم وضح العالم تبي تشوف وش صار، ذمه عليك انك ابد ما تخف فيه، واربع انصارا كثار، وشلون ننجح دامها ما تكفيه. واربع انصارا كثار، وشلون ننجح دامها ما تكفيه. ضحكوا علينا بكذبهم والزمن جار ضدي انا وياك، والكل راويه، واليوم جتنا ساعة الحسم للدار، لازم نقول اللي بنا ما نكنيه. يا شعب كافي، يا شعب كافي ذل وصيحة أحرار، يا شعب كافي ذل وصيحة أحرار، نسمع صداها ونسكت ما نحاكيه. من هالذي قصر
منها الذي قصر طويلين الأعمار ومنه يبي يزود لنا العمر. تاليه ما هبت لا والله من صوت الأنذار، ما دام رب الكون عمري بيديه. كم حرة ببلادنا دمعها نار، يحرق لها جفنه وخده وباقيه. شقة الثوب وصيحته يا أهل الكار، شقة الثوب وصيحته يا أهل الكار. ثوب المعزة فوقكم ذل هاريه، تبكي وتصيح العم والخال والجار وتفزع على جناب. يا هيه منه يشب النار في وقت الأسحار، وليل المذلة وعتمته من يضويه. منه يشب النار في وقت الأسحار، وليل المذلة وعتمته من يضويه. سلامتك. بياض وجهك سالم وغانم، الله يجزاك خير. مشاهدينا الكرام، للمعزب العم راعى المكان الطيب الشيخ منيف عواد متعب القحيص ابو عبد الله كلمه في نهايه هذا المطاف. شو يقول؟ الله يحييكم وشرفتونا. الله يشرف مقدارك. عمومتي والمسايين. الله يجمل حالك. من ديرتكم لديرتكم الثانيه. بياض وجهك بياض وجهك وسلامتكم. الله يكرمك. وعاد وقتنا اقول يا مشاهدينا، رفرف بجنحه الطير، الختم المطاف وكم ذا الوقت باقه. الوقت غير وراح بحضوركم غير، ومعكم عسى ظلت مشين العلاقه. ذي سنة الدنيا خذت سالم الزير، عاد الوقت هين ولو بيه شاقه بين الأحبة والدلال المباهير وهيل المضايف والطرايف رواقه. تبقون بعيون المقدم مشاهير ومخرج وكادر بث هجمل رفاقه. وحلقتنا هذه خاتمتها على خير، وإن شاء الله بحلقة جديدة نتلاقى. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا المطاف لا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى معزبنا الشيخ منيف عواد متعب القحيص أبو عبد الله في ناحية لول الباج، وإلى الحضور الكريم، وإلى جميع عمومتنا الشمر والحاضرين العزة حياهم الله وأخوة وضحى. ونقول إن شاء الله في حلقة جديدة نلتقي، ولا نقول لكم وداعا ولكن نقول إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.